في كارثة جديدة من كوارث المرور في الجزائر، سجلت مصالح الحماية المدنية حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 3 مفترق الطرق أولاد الزواي سوق نعمان بولاية أم البواقي، وحسب ما أفادت به الحماية المدنية عبر صفحتها على فيسبوك، فإن مصالحها تدخلت على الساعة 7 من أجل حادث مرور تمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين نتيجة اصطدامها بالسيارة، مشيرة إلى أن الحادث خلف 15 ضحية لهم جروح وإصابات مختلفة. تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى سوق نعمان وعين مليلة وعين ياقوت، ربي يشفيهم. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد. والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله، لنبدأ الفيديو. لا أريد إعجاب ولا اشتراك، أريد منك فقط أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن نجمع أكبر عدد من التعليقات للصلاة على خير الأنام حبيبنا محمد. اللهم يا رب البيت العتيق، اللهم رد ابنتنا مريم. في جو جنائزي مهيب شيع زنبوع إلى والديها أجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. لمدة 12 يوما اختفت البراءة مريم وغابت ابتسامتها البريئة، فحسبي الله ونعم الوكيل في من كان سببا في اختفائها وحزن عائلتها. وبالدموع والحسرة أكدت دغريش خضراء جدة مريم أن النوم لا يزور. حبس كيما راك خويا العزيز، ما تخافش، ما راحش نكثر عليك الهضره بزاف. راك حاب تتفرج سيري ولا افلام، والمشكل انه ما عندكش كونت. الله يهديك خو، كرهت من السراقين والكذابين على بالي. الثقه والضمان اللي كنت تحوس عليهم رايح تلقاهم في هذه الصفحه جولد بيزنس. استمتع بمشاهدة أحدث الأفلام والمسلسلات بأسعار جد جميلة وبسعر 40,000 فقط للحساب متعدد الشاشات. انعم كما سمعتني، ومتوفر البيع بالجملة وبسعر جد جميل. ونزيدك راه فيها ضمان طول مدة الاشتراك. وش راك تستنى؟ تواصل مع صفحة جولد بيزنس الآن، تجد الرابط أسفل الفيديو.